مجموعه من الاطفال، كانت اكتر من 800 طفل عدوه، يعني يخلوهم يشوفوا مشاهد عنف، وهل بتاثر في سلوكياتهم بعد كده. دي كانت دراسه بريطانيه يعني، فوجدوا ان معظم الناس اللي فيما بعد اللي بتكسر اشاره المرور، اللي بتقول لفظ خارج او بتعمل تصرف غير لائق، لما رجعوا من البدايه ان بالفعل سببه الاصلي مشاهده مشاهد عنف. بس الحاجات دي بتخش لهم غصب عننا، يعني انا يا كبيره انا ممكن اقول انا مش هتفرج، تمام، انا مش هستحمل ان انا اشوف المشاهد دي. الطفل ممكن يكون لان هم معاهم موبايلاتهم على طول، فممكن يفتح ويتفرج من باب لا، هي مراحل عمريه، يعني مثلا الطفل اللي في المرحله العمريه اللي في الطفوله المبكره مش هيفتح ويتفرج على حاجه زي كده، لان هو مش بس في مرحله بس في مرحله اللي هي ايه، الناس بتتكلم، الموضوع بيتقال هو ايه، فانا ممكن ادخل وابص. لازم هنا يكون في توعيه من دور الام والاب، اني انا لما اقعد معاهم انا هتكلم ان دول لا يمت بشيء اصلا للاسلام، لازم تعتز بانك مسلم، لان دول استحاله يكونوا مسلمين، لان مش معقول انا ما عرفتش المسلم، لكن لما اجي اقول لك مين هو المسلم، زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم عرفه، قال لك المسلم من سلم المسلمين من لسانه ويده. فاذا كانت اليد بتبطش باي حد سواء مسلم او غير مسلم، هل اقدر انا اسميه مسلم؟ لا، لان وفقا للمنهج الاسلامي عندنا ده لا يعتبر مسلم مطلقا. فانا ابتدي افهم الطفل اللي عندي ان في كذا في كذا، دي ناس عايزه تعمل حاجات معينه على قد فكره، ما اقدرش اطلع بيه بافكار عشان كمان ما يحصلوش لخبطه في دماغه، لكن على قد ده لو شاف، لكن من البدايه على قد ما انا اقدر اني ما اخلوش يشوف يكون افضل، وخصوصا لو كان في مراحل الطفوله المبكره. صحيح. لان الحاجات دي بتاثر، ممكن يحلم بيها، ممكن يتضايق، ممكن يكبتها معاه، فيبتدي يعبر عن اللي جواه بسلوك عنف. بعدين الخطوره بقى في ايه؟ ان مشاهده العنف تكرار تكرار تكرار، فيها تعود، فيها تعود، لان هي اصلا في علم النفس ازاي العاده بتحصل. يعني احنا بنتعود على اي عاده في حياتنا، هي فكره ابتدي امارسها كسلوك، تكرار ممارستي للسلوك بقى عندي سلوك مبرمج. السلوك وانس اني وصلت للسلوك المبرمج انا بقى عندي عاده. تمام. فممارسه عنف واشاهد عنف واشوف عنف واشوف عنف، هو بعد كده لما يجي يضرب حد يشتم حد بتاع، انت تيجي تلوميه هو مش حاسس بمشكله، لان انا كده متبرمج على الموضوع ده. صحيح. ودي كلام في منتهى الخطوره. صحيح. دكتور هشام، الاخبار وهي بتوصل لنا، وطبعا في دور مهم جدا ممكن نقول قد يكون على الاعلام ايضا، لكن المشاهد وهي بتوصل لنا بالشكل اللي فيه اخراج، الكل اجمع ان فيه اخراج متقن جدا للفيديوهات اللي بيتم عرضها، في محاوله او في رساله معينه بيحاولوا يوصلوها لنا، زي الفيديو الاخير الاشخاص كانت احجامهم ضخمه جدا، محاوله ارهاب او محاوله تخويف، وفي نفس الوقت يعني احنا لسه بنقول ده الارهاب لا دين له، لكن نبص نلاقيهم قبل ما يبتدوا العمل الارهابي بتاعهم بيسموا باسم الرسول عليه الصلاه والسلام. حلو، انا هبتدي من دي. هو قال ايه؟ محمد بعث بالسيف. ده كلام كده. ايوه. سيدنا الرسول الله عليه الصلاه والسلام انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق وانا رحمه مهداه. يبقى اذا ده راجل ملوش دعوه بالاسلام خالص. ايوه. ننحيه على جنب بقى. ده راجل جاي بيتكلم عن عرب وبيعدم عرب وبيتكلم باللغه الانجليزيه عشان يبعت رساله لناس ثانيه، عشان يضيع صوره ويكسر صوره الاسلام في نظر مين؟ الغرب. ايوه. عشان يقول والله هو ده الاسلام اللي احنا عايزين نحاربه، هو ده اللي احنا عايزين نقف ضده ونقول هو ده بقى العدو الرئيسي بتاعنا بقى الاسلام. لا، دي مش حقيقه، ده مش الواقع. طيب اللي بعده، الاجسام والاحجام دي كلها شغل المارينز بتوع امريكا. ده مش شغل خالص عرب ولا شغل ناس. وبعدين القصه ممكن يكون في المجموعه دي، هو ما كان في صوره موجوده على الانترنت واضحه جدا بتقول ان ابو بكر البغدادي اللي هو قاتل داعش الشهير اللي هو الزعيم بتاعهم كان قاعد مع جون كيري، واضحه الصوره وموجوده في كل حته. الناس دي ممكن تكون الشباب اللي موجود مع الراجل ده ممكن يكونوا راسمين صوره ذهنيه ان هم الفئه اللي هي في اخر الزمان بعثت عشان تحارب العالم كله وتدخل في الهرمجدون. ده مش حقيقي. هم بيصوروا لهم حاجه غلط. ليه؟ لان لسه العلامات الكبرى كلها ما ظهرتش. فانت يا حبيبي انت بتتكلم غلط، انت واخد متبني فكره مش هي. مش ده الاسلام اللي احنا عايشين بيه. صحيح. ولا ده الاسلام بتاعنا. لا، انت راجل بتحارب لهدف معين، مزقوق من ناس معينه، وبعدين تعالي بنبص في حته ثانيه. هم عايزين يجرجرونا لايه؟ ليبيا
السودان، اليمن دلوقتي داعش باب المندب، حماس. عشان ايه؟ عشان نوصل لفين؟ عشان نوصل ان هو يفتت الجيش بتاع، لا الجيش بتاعنا جيش قوي جدا، القياده السياسيه اللي واقفه وراه قياده محترمه وواعيه وفاهمه هي رايحه فين وبتخطط مظبوط. انا كتبت تويته من يومين كده اللي هو بعد الضربه الجويه، قلت ايه؟ من عبد الفتاح السيسي المواطن المصري الى قاتل داعش، يد قدم فوق السحاب ويد تأخذ بصقر كل الأحباب، مصر خارج الحساب. ليه؟ لأن احنا الراجل لما دعي ان هو ياخد الموقف خده. في أصوات كانت بتقول لك طب وازاي لا احنا عايزين نقف بقى. احنا نحدد خلاص الراجل ده احنا كلنا وثقنا فيه ووقفنا وراه. هو لما ياخد موقف تقولوا ما خد، ولما ما ياخدش موقف تقولوا لا ما خدش. لا احنا دلوقتي في وقت احنا محتاجين لازم نتحد. لازم نقف ورا هذا الرجل. وبعدين الاسلام ما قالش كده، الاسلام ما قالش الكلام ده كله. انا يحضر لي قصه ايام الخليفه عمر بن الخطاب، كان بعت جيش عشان يفتح فارس. فزمان اما كانوا يمسكوا الحربه كانوا بيستعملوها في حاجتين، يا اما يتكئوا عليها يا اما بيحاربوا بيها. فالراجل اللي كان رايح اللي هو قائد الجيش كان شاب عنده 21 سنه، احد الصحابه الصغيرين وكان عنده 21 سنه. فكسرى عملوا له يعني خيمه كبيره وسجاجيد وبتاع. فالراجل ايه؟ راح ماسك الحربه بتاعته وراح قلبها وماشي على السجاده بتاعت كسرى، قعد يخرم فيها لغايه ما وصل له. وراح قايل له ايه؟ نحن قوم بعثنا لنخرج العباد من عباده العباد الى عباده رب العباد، ونخرج الناس من ضيق الدنيا الى سعه الاخره، ومن الكفر الى عدل الاسلام. ده الاسلام، مش اللي هم بينادوا بيه ان هو يقتل ويذبح. وبعدين انت لو بصيتي لشويه المناظر اللي عملوها دي فيها كلام يعني محتاج، مش عايز ادي امل لحد، لكن ممكن يكون في حاجات متركبه. هي يعني ممكن كتير اجمعوا ان فيها تركيبات واضحه جدا، هم بيوصلوا وتقنيه عاليه قوي، يعني فيها ايادي خارجيه كتير جدا جدا. ساعه بتاعت الراجل الرولكس اللي لابسها، الوشم اللي على ايده، اللغه اللي بيتكلم بيها، البادي لانجوج بتاعهم كله. لا دي رساله رايحه في حته معينه، عايزين يجرجرونا في حته ثانيه عشان لا احنا عندنا راجل حكيم بيتصرف بعقل. وبعدين ثانيه واحده، معاويه بن ابي سفيان، عشان بعض الناس لو حصل، لان متوقع يحصل احداث ثانيه. في واحد من المسلمين كان في روما، وواحد من اعوان الراجل الكبير اللي في روما هناك اللي هو القيصر ضربه بالقلم. فنادى اين انت يا معاويه؟ فضل معاويه بن ابي سفيان 3 سنين يعمل خدع ويعمل خطط عشان يجيب الراجل اللي ضربه بالقلم عنده. فجابه عنده وجاب الراجل بتاعه، قال له ايه؟ قال له اضربه كما ضربك قلما واحدا. وبعد ما ضربه قال له عد يا هذا الى مليكك فقل له ان المسلمين واحده بواحده فقط. هو ده الاسلام، ده اسلامنا، ده ديننا، مش اللي هم بينادوا بيه. وبعدين دول في الاخر تتار العصر. التتار دايما زمان كانوا بيعملوا كده، يقتلوا ويقطعوا روس وبتاع ويبعتوا، وبعدين يجوا بعد ما بسوا الهلع والفزع. لا احنا لا عندنا هلع ولا عندنا فزع، والمصريين شعب قوي، شعب مؤمن متماسك، مسلم ومسيحي. طريقنا هيمشي ان شاء الله، الارهاب هيخلص، الحرب هتنتهي. احنا فقط ينقصنا منظومه قيم اخلاقيه لازم تتبني في البلد ده. ده جميل جدا. هبتدي من منظومه القيم الاخلاقيه اللي دكتور هشام بيتكلم فيها دكتوره ميسون، وازاي واحنا دلوقتي الحقيقه في بعض السلوكيات اللي كلنا مستغربينها على المصريين. يعني احنا صحيح بعد الازمات اللي بتحصل دي بنشوف ان احنا كل المصريين واقفين يد واحده فعلا، لكن في المجمل احنا بنشوف بعض الاخلاقيات والتصرفات المصريين اللي احنا مش متعودين عليها، ودي بتبقى صدمه لناس كتير. يعني انا لما ببص لنفسي بقول انا كبرت وتربيت في بلد شعبها كله شعب متسامح، شعب محب لبعضه، شعب متعاون، الاخلاقيات الجميله والعادات والتقاليد بتاعتنا
الاشياء دي اصبحت مش موجوده، وبالتالي احنا بقينا لاي حاجه ضعفاء بنتهز قدامها. ازاي نرجع تاني الاخلاقيات دي ونرجع اقوياء زي زمان الاب؟ هو في البدايه لو اي مجتمع ما فيهوش منظومه اخلاقيه كمجتمع متكامل، المجتمع ده بينهار حتى لو هو يمتلك ثروات العالم كلها، لان ما فيش مجتمع بينمو من غير اخلاق. اكيد. تمام. والاخلاق حتى احنا طول عمرنا نقول ايه ده، التربيه قبل العلم. يعني المفروض ان يكون الانسان عنده تربيه قبل ما يكون عنده يكون عنده علم. لكن لما بنيجي نتكلم احنا هنقول برضو ان كان عندنا متغيرات مجتمعيه حصلت كتيره جدا، مش بس في ال3 سنين اللي فاتوا، في ال30 سنه اللي فاتوا. تمام. فاللي اللي انا بشوفه دلوقتي واللي بيحصل دي افرازات سنين وسنين احنا عايشين عليها. لان انا كان في اكيد يعني ما اعرفش اذا كان بالصدفه ولا كان مخطط ليه ان الجانب المنظومه الاخلاقيه تتضرب، ان المنظومه التعليميه تتضرب، ان المنظومه الصحيه تتضرب، ان المنظومه الزراعيه الصناعيه، كل شيء لازم يبقى له منظومه خاصه بيه. انا هدفي ان انا اكسر المنظومه دي، سواء كنت قاصد او بالظبط، يعني سواء كنت انا قاصده او ان انا مش قاصده. لكن انا دلوقتي لما اجي اتكلم، كنا لسه بنتناقش انا والدكتور واحنا قبل الهوا بنقول ان زمان كنا كلنا مع بعض كده، كان عندنا القناه الاولى والقناه الثانيه. لما كنا نقعد كنا بنتفرج على قيم واحده، نتفرج مثلا على مسلسل زي مثلا الحرام ليك المال والبنون، مسلسلات كانت رائعه وفيها قيم جميله قوي. فاللي ساكن في المهندسين هو اللي بيتفرج على المسلسل ده، زي اللي ساكن في امبابه، زي اللي ساكن في عين شمس، زي اللي ساكن في كل حته. فالكل بيدخلوا نفس القيم والاخلاقيات. كلنا بنروح المدرسه شفنا ايه، عملنا ايه، رمضان مش عارفه ايه شفنا. لكن حضرتك دلوقتي القضيه ان الاسره بتمشي في اتجاه، المدرسه ما بتكملش الاتجاه بتاع الاسره، بتمشي في اتجاه تاني، بيجي يطلع في الشارع معاه اتجاه تاني، بيجي يبص على القناه ما عجبتوش القناه دي هيقلب 100 قناه، ما عجبتوش اي قناه هيخش عن طريق ايه التواصل، اي تواصل شبكات التواصل الاجتماعي يفتح اللي هو عايزه. فبقت القضيه فعلا هي منظومه منفكه. يعني عارفه اصلا ايه، عايزه الميكانو محتاج يتركب تاني من اول وجديد، لان انا عايزه ارجع كل حاجه زي ما كانت. لازم يكون الاعلام ليه دور، المدرسه ليها دور، الشارع ليه دور. عايزه اركز قوي 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 على حاجه احنا افتقدناها. احنا زمان مثلا كنا دايما نسمع الناس اللي عايشه في الارياف وكده الكتاتيب ودور الكتاتيب، ازاي مش بتعلمك بس القران. طفل بيوصل عنده 7 8 سنين حافظ القران الكريم، بيرسخ بقى جواك قيم ومبادئ انت بتنمو عليه عن فهم، مش مجرد حفظ. لا مش بس عن بتفهم. وبعدين انت علماء النفس اكدوا لنا ان كل اللي يعني الانسان اهم مرحله في عمره كلها هي السنين الاولى من عمره، اول 7 سنين بالظبط. وفي منهم قال 5 والرسول عليه الصلاه والسلام قال 8. تمام. ليه بقى؟ لان هو دول اللي انا بكون فيهم الاتجاهات، المبادئ، الافكار، القيم، معتقدات، الايمج سيلف دي مهمه جدا. الصوره الذاتيه عن نفسي. انت عايزه تقولي لي ان اللي بيطلع يا دكتور يقتل ولا بيطلع يعمل حاجه هو عنده فكر خاص بيه، ان انا بطلع انا بعمل حاجه لخدمه الوطن، انا بعمل حاجه لخدمه الدين، والا ده نتيجه جهل. هي ده جهل. جايه منظومه كامله. بالظبط. يعني امبارح جابوا في التلفزيون المصري مجموعه الشباب اللي اتمسكوا في الهرم. لما تشوفيهم هم بيتكلموا بلا وعي، هو بيتكلم خدت 200 جنيه وعملت ايه ومش عارف ايه. هو في الاخر منظومه اقتصاديه وغسيل مخ، اتعمل له غسيل مخ. ده دور بقى الناس بتاعت الاداره والتنميه البشريه انها تتكلم. يعني احنا رحنا من حوالي انا عارف طبعا ان وزاره الداخليه بتقوم بدور قوي جدا دلوقتي. يعني الحقيقه بعد الدور الفعال اللي عملوه الفتره اللي فاتت ان هم يحتووا موضوع التفجيرات، لكن احنا محتاجين منهم كمان يعملوا ايه. احنا رحنا من 5 6 سنين لطلبه كليه الشرطه، انا والدكتور ابراهيم فقي، اديناهم محاضره حضرها 1500 طالب، وكانت ليها اثر ايجابي جامد جدا عليهم. ليه؟ الطلبه والضباط اللي طالعين يتخرجوا دول محتاجين ان هم يؤهلوا نفسيا ان انت بتعمل عمل مشرف، وحتى لو حصل لك اي حاجه انت في عداد الشهداء. خلاص. ونبتدي نأهله ونديله الدعم النفسي المطلوب. ان انا اخرج كادر شرطوي او جيشي لخدمه البلد دي. انت ده دورك، ده دورك. احنا كلنا واقفين وراك، مش جنبك حتى، وراك، واقفين وراك، لان انتوا بتموتوا في سبيلنا. فببساطه شديده لازم نأهلك ونطلعك لمستوى انك انت تقف قدام العملاق اللي كان في الصوره ده. يعني بهذه الحاله النفسيه هتهزمه.
وبالتالي دور التنميه البشريه ده دور مهم جدا. ولو مع حضرتك تكلمني عن تاهيل ضباط الشرطه في الكليه او في الاكاديميه، فاحنا محتاجين ايضا ان احنا ناهل شبابنا واطفالنا في المدارس ان هم. بصي بقى الموضوع ده يعني احنا والدكتوره بنتكلم في بره. دي مجموعه ازاي؟ اولا لازم نبتدي نطور التعليم. طبعا انا مش شايف اي حاجه بتحصل في تطوير التعليم لغايه دلوقتي. لازم يبتدي التعليم يتطور. نطوره ازاي؟ نبتدي من الاطفال الصغيره اللي هي من كي جي لسته ابتدائي، مستقبلنا ده مع في نفس الوقت نطور المعلم. ايوه اللي هو هيدي الناس دول. وبعدين نبتدي نعمل تغيير في تفكير الكبار. او بالتوازي طبعا نفس المناهج الدراسيه، لان هم بيمشوا بارالي مع بعض. لان احنا عندنا مشكله كبيره في التعليم. صحيح. دي حقيقيه. صحيح. دي حقيقيه ما فيهاش مناقشه. انت عارف يا دكتور، لو مثلا ما اعرفش اذا كان انا ليه ادي ماده اسمها التربيه الاسلاميه او ادي ماده اسمها التربيه المسيحيه؟ ليه ما بديش ماده اسمها التربيه الاخلاقيه؟ يعني اوكي ادي الاسلام لوحده والمسيح لوحده، بس في عامل مشترك ما بين الاثنين. ماده اسمها اخلاق بالظبط. التربيه الاخلاقيه اللي هي اللي بتقول فيها انا كمسلم الرسول عليه الصلاه والسلام يعني كان بيدعوني في اكتر من ان اليهودي اللي كان بيرمي الزباله قدام الرسول عليه الصلاه والسلام لما متعود يرمي الزباله كل يوم، لما غاب الرسول راح خبط على بابه عشان يقول له انت فين. لما ربنا سبحانه وتعالى لكم دينكم ولي دين، لما جه اتطرد من مكه وراح وعاش في المدينه، لما جه فتح مكه وقالوا له ماذا انت هتعمل بينا ايه؟ ماذا انت فاعل بنا؟ فقال لهم يعني ماذا تظنون اني فاعل بكم؟ فقالوا يعني ابن كريم واخ كريم وابن اخ كريم. فقالوا اذهبوا فانتم الطلقاء. كان ممكن معانا في طار بقى يعني عارفه بقى في طار بيننا وبين بعض. ده انا ممكن انتقم. فين بقى الانتقام في الدين الاسلامي؟ مش عندنا. لان المسلم لازم يكون متسامع، المسلم لازم يكون صوره بيقدم صوره للاسلام. هل ده الاسلام؟ هل ده الاسلام؟ ومنتمي. الرسول لما اخرج من مكه فقال قوله شهيره، قال والله انك احب بقاع اهل الارض الي ولولا اخرجوني منك ما خرجت. ده انتماء. ده اللي احنا عايزين نعمله هنا. ده اللي احنا محتاجينه النهارده. وفي نفس الوقت لما فتح مكه والانصار جم يقولوا له ايه؟ أستنقل عاصمه الخلافه يا رسول الله الى مكه؟ قال لهم لا والله ان عاصمه الخلافه في المدينه. ده انتماء. ده احنا بناخد رسولنا قدوه. والانصار بقى اللي نصروه ووقفوا معاه فبيردوا لهم الجميل. هو ده الاسلام. فين احنا عندنا كمان يا دكتور لو حضرتك كمان توافقني معلش، الخطاب الديني سواء كان في الكنيسه او في المسجد. انا هتوقف بس ونرجع بقى للخطاب الديني لان ده سؤال مهم جدا. بس احنا عندنا تقرير هنعرف راي الناس في مواجهه الازمات والشباب كمان رايهم ايه. نشوف التقرير مع بعض. هذه فتنة عمل صهيوني أمريكي يريد تفتيت الدول العربية إلى دويلات صغيرة حتى لا تستطيع أن تقف وقفة تساعد من خلالها أن تنهض وأن تبقى كما هي. احنا كطبيعة شعب مصري ما بيعرفوش ان هم يفرقونا. الثورات اللي قبل كده والتاريخ اللي قبل كده ما عرفش ان هو يفرقنا، فمهما يجي مش هيفرقونا، ده مش هيأثر علينا. احنا كمصريين احنا واحد، مسلم ومسيحي، احنا مع بعض واحد، ما ينفعش ان هم يقسمونا. واحنا طول عمرنا واحد. من حرب 73 قامت الارض دي اتسقت بدم المسلم والمسيحي، كانوا مع بعض. احنا لازم نفضل زي كده، ما ينفعش ان هم يقسمونا ومش هيقدروا يقسمونا. هو مخطط كبير لتقسيم الوطن العربي وتقسيم مصر بصفه خاصه يعني، وان شاء الله احنا نقدر نحارب الارهاب ان شاء الله باذن الله. زمايلي كتير قوي يعني مسيحيين وعادي بنتعامل مع بعض، بناكل مع بعض وبنشرب مع بعض، بس ايه ذنبه يعني انه يتقتل بوحشيه؟ يعني حرام. هي ظاهرة ظهرت أصلا بقت كله يخاف منها، واللي حصل دوت في اللي عملوه داعش في المسيحيين أو المسلمين إن هم بيموتوا بس الشعوب العربية. ما شفناش قتل واحد أمريكي ولا واحد فرنساوي ولا أي حاجة. احنا دورنا كمصريين المفروض إن احنا كلنا نقف مع بعض، مش المفروض إن كل واحد فينا احنا كده بندي مجال للناس التانية تتدخل فينا. ما احنا كل مثلا ما إن احنا نتخانق مع بعض والإرهاب نتقسم نصين، ده كونها إن احنا كده بنجيب صراع داخلي، فاللي هو خلاص بقى كده احنا خلاص جبنا الناس تانية تتدخل معانا واصبحت الارهاب بقى تسيطر في كل البلد.
اولا كان شعور سيء جدا اللي هو التفرقه بين مسلم ومسيحي. اصلا ما فيش حاجه اسمها مسلم ومسيحي، مينا او جرجس كلنا واحد. يطلق عليها اسم مصري بس من غير تفرقه عنصريه طبعا، واحنا في مصر ما بناخدش بكلمه عنصريه. لابد ان يكون في اجراءات حاسمه، قرارات صارمة ضد كل من تسول له نفسه بالإساءة سواء أو بالمتاجرة أو بكل أهداف العنف والتطرف. فلا بد من حل نهائي، ويكون المجتمع النهارده يكون ايد واحده بالفعل، ليس بالكلام وبالاشعار، انما هو عايزين افعال على ارض الواقع، وربنا يوفق الجميع وربنا معاه، وعاشت مصر حره مستقله. أعزائي المشاهدين، وبنستكمل حوارنا، بس معانا مداخلة تليفونية دكتورة هويدا مصطفى، أستاذ بكلية الإعلام. ألو. ألو. أهلا بحضرتك يا دكتورة هويدا. أهلا بيك يا أستاذة مها، أهلا وسهلا. دكتورة هويدا، يعني إحنا بنتكلم في موضوع مهم جدا، وهو مواجهة الأزمات اللي بنتعرض ليها. لما أتكلم مع حضرتك وأقول لك دور الإعلام بقى في فترة الأزمات دي المفروض يكون إيه؟ طبعا ده سؤال مهم جدا، واحنا بنشوف قد ايه احنا المجتمع بيتعرض لازمات مختلفه، وهنا في على الاعلام مسؤوليه كبيره جدا. طبعا احنا ليه بنقول الاعلام ليه دور في اداره الازمه؟ لانه الاعلام ليه ارتباط وثيق جدا بالراي العام وبالجمهور. انا وقت الازمه بيكون عندي يعني ضغوط كبيره جدا، بيكون عندي مواقف صعبه، انا محتاجه من الاعلام ان هو يتكاتف مع الاجهزه المختلفه في المجتمع والمعنيه ان هي تواجه الازمه، ان هو يوجه الراي العام، ان هو يديله المعلومه الصحيحه، ان هو يساعده على فهم الاحداث، يساعده كمان على ان هو يدرك ايه مسؤولياته في الازمه اللي بنمر بيها. التوعيه ده دور مهم جدا، يعني مش بس الاعلام عليه يعني مسؤوليه ان هو يذيع الخبر او بالظبط يقدم لي اخبار او معلومات او بيانات، لكن كمان هو لازم يساعد يعني الفرد او يساعد الجمهور ان هو يواجه الازمه، يعني كمان يعني يوجهه في السلوك اللي المفروض منه ان هو يقوم بيه، يعمل له نوع من التوعيه، يفهم ايه ابعاد الازمه دي، ايه خطورتها، ازاي نواجهها. كل ده طبعا ما بيتحققش الا اذا كان الاعلام على قدر من المسؤوليه الكبيره ان هو يهتم في الوقت ده بدرجه كبيره قوي بالمعلومه الصحيحه، ايه اللي يعني ايه اللي المفروض يتقدم من معلومات، مش مجرد اي يعني خبر يتقال، لازم تكون يعني المعلومات دي موثقه والمعلومات دقيقه. احنا نشعر الجمهور بالمسؤوليه، مسؤوليه اللحظه دي. الاعلام يعمل على ان المجتمع يتكاتف في مواجهه الازمه، لان احنا للاسف احيانا بنشوف بعض الممارسات الاعلاميه الخاطئه اللي هي بتعمق فكره الانقسامات، بتشيع روح من عدم الثقه، بتكون ما تلتزمش بالمعايير المهنيه اللي تخلي ان احنا نثق فيما يقدمه الاعلام من معلومات. فاحنا محتاجين خصوصا واحنا بنواجه قضيه كبيره جدا زي الارهاب ان يكون وسائل الاعلام تتكاتف من انها يعني تساعد يعني الجهات اللي هي المختلفه المعنيه باداره الازمه ان هي تعمل على نوع من التماسك الداخلي. احنا عندنا بنواجه يعني مخاطر خارجيه كبيره جدا، لازم اوعي المواطن ان هو يعني يعرف ايه طبيعه الازمه اللي احنا بنمر بيها، ايه المطلوب منه كمواطن. فكل دي مسؤوليات على احنا محتاجين كمان ننمي الروح الوطنيه عند الجمهور. فده يعني كلها مسؤوليات ومحددات للاعلام مهمه قوي ان هو يعني وقد نكون بصراحه بنفتقدها في الوقت الحالي للاسف. بالظبط، يعني احنا يعني بنطلب من الاعلام ان هو يكون على قدر من المسؤوليه، يعني ان هو يحس بهذه المسؤوليه الكبيره، وان هو يشارك يعني الجهات اللي هي بتواجه الازمه انها من خلال يعني يقدم المعلومه الصحيحه، انه ما يتسرعش، يواجه الشائعات. لان احنا ما تنسيش حضرتك ان في وقت الازمات واوقات فيها نوع من الاضطراب، فمن السهل جدا انك تلاقي يعني شائعات بيتم
محاوله ان هو خصوصا ان احنا في جهات بتحاول ان هي تبث روح الاحباط وعدم الثقه صحيح. المعلومات غير احنا محتاجين نبث روح الانتماء والتكاتف في الفتره دي وفي فتره الازمات بشكل خاص. بالظبط كده، وده على مسؤوليه على كل وسائل الاعلام يعني. ما اقدرش اقول انه يعني لازم يبقى في تكاتف بين وسائل الاعلام، تبقى ليها رؤيه واحده ان احنا عندنا خطر، عندنا مصلحه امن قومي لازم نحافظ عليه. الاعلام كمان يفهم او المواطن العادي يعني ايه فكره الامن القومي، يعني ايه، لان في بعض يعني الاشياء غير واضحه عند المواطن، وللاسف احيانا بيجيب المعلومات دي من وسائل الاعلام، وسائل الاتصال ما عندهاش نفس يعني قدر او احساس بالمسؤوليه. مواقع التواصل الاجتماعي اللي احنا بنشوف فيها من اخبار مغلوطه ومحاولات للهدم، لازم يبقى في تصدي لكل ده. دكتوره هويدا مصطفى، الاستاذ بكليه الاعلام، انا بشكر حضرتك جدا على المداخله التليفونيه. الحته اللي هي بتقولها دي بتاعه الاخبار الكاذبه، وسائل الاعلام قالت الضربه الجويه بتاعتنا وصرحوا ان هم موتوا من 40 ل 50 واحد من قيادات داعش. قامت قناه المشهوره اللي هي طبعا لو حد لاحظ البيان اللي طلع من داعش كان في بلوجو شكل شبه الجزيره بالظبط. طلعوا 3 اطفال ميتين. ال3 اطفال دول اتضح ان هم ماتوا في سوريا من سنه. ودي دايما بتحصل من سنه. انا بس بقول ايه، بقول ان الاخ الاعلامي اللي بيتكلم ده انت بتؤثر في بشر وبتعلم وبتخلي ناس ترتب مواقف. ترتيبك للمواقف ده في ميزان حسناتك وسيئاتك. ليه؟ لان انت لم تراعي الله في اختيار. اصلا ممكن انا كاعلامي يجي لي خبر اشوف ان هو مش المفروض يتقال. صحيح. ليه صحيح. لازمته؟ ده مهم جدا. ايه لازمه ان انا يعني خصوصا في التحديات الكبيره اللي احنا عندنا. هي برضه اتكلمت في حته الازمات اللي بتواجهنا. احنا عندنا 3 ازمات واضحه. الامن القومي، الحدود، منابع النيل. دول اكبر 3 ازمات بيواجهوا الرئيس اللي موجود ده. وربنا يكون في عونه. ليه؟ عنده مشكله في الحدود، السودان، حماس، ليبيا، البلاوي اللي عندنا جوه. طب وبعدين؟ وخدي عليها بقى موضوع سد النهر. وانا عارف ان في حد رفع قضيه، الدكتور اسمه الدكتور الفيومي، رافع قضيه على وزير الري لانه ادلى معلومات خاطئه للرئيس بخصوص حاجه معينه في موضوع ربط نهر كونغو بنهر النيل. انت عارف يا دكتور كمان القضيه ان الاعلام مش يعني خطوره دوره في ايه؟ اني مش ان انا اجري اعمل سبق صحفي او معلومه سمعتها فبسرعه انزلها. اذا انا كقناه مش متاكد من المعلومه دي ما طلعهاش. ما انت مش تلفزيون المصري، ما هي بالظبط مش تلفزيون الدوله. دول عايزين كلهم ياخدوا. لا انا بتكلم المفروض ايوه بس المفروض ان يبقى في مصداقيه. انت ليك دور مصلحه البلد، مصلحه البلد هي دي من اولويات. هي دي لان لو يعني هي ازاي اول حاجه انتقي الموضوع اللي انا هناقشه. ده دور الاعلام. طبعا انت بتوصلني ايه؟ طبعا. تاني حاجه انت قبل ما انا باخدك بالنسبه لي انا مشاهد عادي. انا مشاهد عادي. فانا هاخد حضرتك بالنسبه لي مصدر صدق. زي مثلا امسك جريده قوميه المفروض ان المعلومه اللي فيها انا متاكده انها المفروض تبقى صادقه. طبعا احنا اتربينا على كده. لكن انا دلوقتي للاسف الشديد ممكن اتفرج على قناه وبعد شويه افتح قناه ثانيه الاقي هنا عرض لي موضوع وهنا ضربوا. الموضوع مش كده، الموضوع تاني. افتح هو دي لخبطه للناس برضه بتديني بالاخر انا كمشاهده هقول ان انا ثقافتي محدوده. في الاخر الله، هو انتوا مين فيكم الصح؟ هو انتوا عايزين توصلوني انا لمين او توصلوني انا لايه؟ هي دي القضيه. لان من اخطر ما يكون دايما، ودي بنادي بيها في حياتي، من اخطر ما يكون في الحياه بصفه عامه هو الفكر. هو الفكر فكر ايجابي ينمي مجتمع، فكر سلبي مش بس ينمي يدمر مجتمع، يهدم الكون كله بالفكر. يعني اليوم اللي عملوا القناه بالديناميت والكلام ده كله جائزه نوبل وكده، هو لما عملها كان لخدمه المناجم، لكن ازاي واتوظفت فيما بعد. الفكره كفكره. أيوة. التطبيق بقى بالظبط. هي التطبيق فين؟ في انهي حته؟ وبعدين هم بيتاجروا بالاديان. الاديان خلق يعني الاديان يعني ربنا جابها ليه؟ لتغيير حال البشر. الاول جاب سيدنا موسى. سيدنا موسى كان رجل قوي وكان عنيف بدرجه ان هو نكز واحد كده اللي هو احد الامات. وسيدنا النبي عليه الصلاه والسلام وهو في معراجه للسماء شاف واحد بيقول يا الله وبيتكلم صوت عالي قوي. فجبريل بيقول له هذا موسى ولقد قبله الله على هذا. ثم بعث بعده سيدنا عيسى وكان رجلا عطوفا كريما. قال من ضربك على خدك الايسر اعطيه خدك الايمن. ثم جاء الدين الوسطي
الاسلامي اللي هو ايه؟ بيقول كل حاجه وسطيه. بعثنا لنتمم مكارم الاخلاق وان تعفوا اقرب الى التقوى. احنا فين من الكلام ده؟ احنا فين؟ فعلا. وده بيدخلنا للموضوع اللي كنا وقفنا عنده، الخطاب الديني واهميته. الخطاب ده مهم جدا. سواء في الجوامع او في الكنائس او في المعابد او في اي مكان. لاني بصي حضرتك اي دين او في وسائل الاعلام او في وسائل الاعلام اي خطاب دين، اي دين في الحياه عباره عن ايه؟ بينقسم اي دين عندنا ل3 اجزاء. جزء اسمه العبادات، جزء اسمه الفقه والمعاملات، وجزء الفقه والافعل ولا تفعل، والجزء الثالث الجانب الاخلاقي او الجزء الاخلاقي اللي هو الدين المعامله، ومرتبطين ببعض. تمام. احنا بناخد التغليب الجانب ده اللي هو ما حدش هيسالني عليه غير رب العالمين. يعني انا كعباداتي بتصومي بتصلي بتزكي اتحجبتي ما اتحجبتيش، انا اللي هحاسبك، انا ماليش علاقه، رب العالمين هيحاسبني. لكن لو انا وانت اتخانقنا وجينا ندخل على باب الجنه، ربنا ممكن يقول لك انتوا الاثنين من اهل الجنه لكن انتوا متخانقين، وقفوا صفوا بينكم الاول بعدين ادخلوا، لان ربنا سبحانه وتعالى ما بيتدخلش في حق العباد. تمام. طيب يبقى انا بتكلم لما اقول ان الدين المعامله، هو الدين المعامله يعني اني اتعامل معاكي بما يرضي الله، اتعامل في الشارع بما يرضي الله، اروح شغلي واخلص في شغلي واشتغل بما يرضي الله، اربي ولادي بما يرضي الله، اعيش مع زوجتي او الزوجه تعيش مع زوجها بما يرضي الله. لو احنا عندنا منهج مشينا عليه، احنا ليه هيبقى عندنا مشاكل؟ احنا مش هيبقى عندنا مشاكل، لان ربنا سبحانه وتعالى عارفه اللي هو ايه، ولله المثل الاعلى. عارف لما واحده مثلا بتبقى حامل وهتجيب بيبي فبتجهز له كل شيء، ربنا سبحانه وتعالى لما جاب ادم على الارض جهز لك كل شيء، عمل لك كل شيء، ما سبكش من غير منهج، اداك منهج تمشي عليه. قال لك هو ده المنهج. اي بني ادم مسيحي يهودي ايا كان هتمشي على المنهج، لان احنا عندنا ما عندناش احنا ما عندناش يا دكتور حاجه اسمها اسلام ومسيح ويهود وكده. من سيدنا ادم الى سيدنا محمد هي رساله واحده. تمام. فاحنا عندنا منهج ثابت. هم بيغذوا فيهم حاجه اسمها الروح الصقر، اللي احنا الانقسام اللي جوه البلد ده، سواء من دول او الهيصه دي، الهوس اللي موجود ده لازم يقف، لازم يقف. كفايه. اولا ناخد جزء الشباب عن آفة هذا البلد، الاستعانه بكبار السن للخبره. ولو ان ده مش مفروض. احنا دلوقتي عندنا رئيس شاب عنده 55 سنه، والمفروض ان وانا شايف الراجل بيتجه للشباب. ليه؟ الرسول قال في حديث انما ناصرني الشباب وخذلني الشيوخ. وكل قواد الجيوش في ايام الرسول كانوا شباب ما بين 17 و 21 سنه. انا ما عنديش اطلاقا اي تحفظات تجاه كبار السن، لكن يجوا سنوات طويله لا وخليهم مع اي حد شاب في مركز قياده استشاري. بس هقول لك ان انا ممكن استفيد بكبار السن بالظبط كده، من هم الخبره بقى ولا وازاي كجانب نظري، اخد الشباب بقى كجانب عملي، بالتطبيق بقى، بطاقتك، بانتاجك، بصحتك، بكله. لكن ما اقدرش اقول ان واحد قدم وعمل وقدم للبلد كتير في الاخر وانس انك كبرت في السن اقول لك انا مش عايزاه. بالعكس انا في حاجه ليك نبني على صحيح الخبره دي الشباب مش عارف يجيبها. فنعمل بقى ميكس ما بين الاثنين، الشباب ونديهم امل، الطاقه والامل. بالظبط. الحته واحنا محتاجينهم في البرلمان الجديد طبعا. يعني. الحته بتاعت رأب الصدر، هم عمالين يغذوا شبابهم، شباب الجامعات، عشان القصه اللي احنا فيها. طيب اولا مش هتكلم عن الحته دي خالص، لكن هجيب مثل من التاريخ. ايام معاويه بن ابي سفيان وهو خلع علي والحسن من بعده. تمام. يعني دكتور مرسي ما هو سيدنا علي ولا هو الحسن بن علي، هو رجل له ما عليه وعليه ما عليه. راح له مين؟ الأحنف بن قيس، ده احد من كبار اللي كانوا مؤيدين لسيدنا علي بن ابي طالب. قال له لقد جئتك وبين جوانحي قلب يكرهك، وفي يدي سيف حاربك، ولكن ولم اجئك طمعا في ملك او ثروه، ولكن جئناك لرأب الصدع وتوحيد كلمه المسلمين. هو ده تنحية الصقر. ده الوقت. رئيسهم اللي مشي ما هوش علي بن ابي طالب. خلاص احنا في مشكله كبيره. امريكا عايزه تجرجرنا في حرب، متضايقه من الوضع مع روسيا، متضايقه من الراجل القرارات المحترمه الحكيمه اللي بيعملها، وبالتالي ده بيبني اقتصاد وبيعمل قناه سويس وبيحارب على الحدود. في ايه تاني؟ وعندك مشكله في الميه، ادوله فرصه ياخد طريقه ويمشي من غير دبان عمال يزن.
احنا الحقيقه للاسف وقت حلقتنا انتهى، كان نفسنا ان هو يمتد اكتر من كده لانه عندنا مواضيع كتيره محتاجين ان احنا نتكلم فيها. في النهايه انا نفسي اقول الانتماء والتكاتف هيحل لنا، والتعليم طبعا ده هو اهم جزء. حاجه مهمه كمان قوي، كل واحد ما ينسبش نفسه قاضي. اي انت مش قاضي على البشر، بتحكم على تصرفاتهم. صحيح. الواقعه المشهوره بتاعت احد الخلفاء العباسيين، انا هستاذن حضرتك لان وقت حلقتي انتهى، هقولها في دقايق. وبعدين ضيق بالرجل فخرج فوجد رجلا ميتا. فبيقول لهم سبتوا الراجل ده ميت ليه؟ قالوا له انه كان يشرب الخمر ويزني. فقال لهم لاحملوه معي. فحملوه. فزوجته قالت له والله انه كان صالحا. فقال لها ازاي؟ قالت له لانه كان يشتري الخمر ويسكبه ليخفف عن المسلمين. وكان يدفع لبنات الهوى ليخفف عن شباب المسلمين. محدش يحكم على حد. ولازم يبقى فيه انتماء للبلد دي. دكتور هشام الجيار، انا بشكر حضرتك جدا على اللقاء ده، ودكتوره ميسون الفيومي انا بشكركم جدا، وبنتمنى لمصر السلامه دايما يا رب باذن الله. مشاهدينا بشكركم، دي كانت نهايه حلقتنا النهارده. غدا لقاء جديد وطعم البيوت مع زميلتي سمية مصطفى. فإلى اللقاء.